نسمع مع بعضنا نقطة قانونية. نقطة قانونية. يصبح الخير، يصبح النور. منورنا مرة أخرى الأستاذ كمال بن منصور، عدل الإشهاد وأستاذ القانون بالجامعة التونسية ونائب عميد عدول الإشهاد والناطق الرسمي للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. مرحبا بك. مرحبا، صباح النور ويعطيك الصحة على الاستضافة مرة أخرى معكم. مرحبا. وأنا شرفني برشا نكون ديما وحدك في موزايك كفاية. يعيشك ربي فضلك. أستاذ، ولا سؤال أنا هكا نحكي فيه معاك مرة الأخرى، قلت كنا فما حاجة مانيش فهمتها، يعني علاش وقت اللي العباد تجي باش تعرس مشيو لعدل الإشهاد ولا يجيبوا عدل الإشهاد كما قلت أنت؟ احنا ندخلوا بالزغاريد وبالزغاريد وكل لديار الناس، فوقت اللي يجيو مشي يطلقوا يعني حتى طلاق بالتراضي يمشيوا للمحاكم فعلاش الحكايه تصير يعني الدخله ندخلوها مع عدل الإشهاد والخروج الحقيقه العباد تتمرمد فيه، حتى يعني واحد عباد زوز عرسوا ومن بعد يحبوا يطلقوا متفاهمين وكل. علاش نقعدوا ماشيين للمحاكم؟ خاصة انه العباد تمشي للمحكمة، المحكمة يقول لك تحسها ماذا بيها تقول لك راهو اخرج اما نخرج رانا ما عادش نرجوكم خذوا مشاكلكم من برا. لا يعطيك الصحة، على خاطر كان نغزروا زاد القضايا الطلاق في تونس برشا وكي نجيو توا من الخاص للعام في القضايا والنزاعات اللي في المحكمة راهو يسخفوني عندي نمشي زملاء القضاة راهو بالبرويط ربي يعينهم. الملفات والنزاعات والقضايا في ملفات خطيرة برشا. انت تقول لي طلاق بالتراضي ومتفاهمين لواش ماشيين للمحكمه؟ صحيح. احنا الطلاق في تونس للاسف جميع هو ثلاثه انواع، فما الطلاق للضرر والطلاق الانشاء، مراه متضرره من راجلها والا راجل متضرر من مرته يضرب فيها ولا كذا، والا فما الانشاء ركب راسه قال نحب نطلق ومستعد نعطيها تعويضات ولا غرامات ولا غيره، وفما الطلاق بالتراضي عرسوا ما تفاهموش قال ويا من فم البيرو لا منقعوا علاش احنا نقعدوا برا نطلقوا بالتراضي. هالثلاثه انواع البرا هكا يصير يظل والاغلبيه بالتراضي. تو الناس ولاو كولتيفي مثقفين ما عادوش فما في الطلاق ساعات تلقاهم اصحاب. انا مره طليق وطليقته هذه ام الاولاد واصحاب وكذا معناها يقعدوا وعلاش تقعدش العشره طيبه بيان سور. يعني البرا في الخارج هكا في اوروبا يظهر لي زاد الطلاق في فرنسا وخاصه الرضائي نسميوه الطلاق الرضائي، احنا في تونس نسميوه الطلاق بالتراضي. هو موش نزاعي، ما فماش عركه بين راجل ومرته ما دام فما رضائيه. احنا عندنا مبدا سلطان الاراده في القانون، مبدا مهم برشا اللي هو شنو سلطان الإرادة، أنه إذا إرادة الطرفين مشات الحاجة باش يتعاقدوا على حاجة فهو قانون العقد بين الطرفين هو شريعة المتعاقدين، يعني هو عبارة على قانون بيناتهم هما واضح. أقوى حتى من الحكم. يعني إذا كان الطرفين متراضين عليه فيما لا يتعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة. هذا رجل ومرته عرسوا ما تفاهموش ينجموا حتى دون بناء ساعات وما عندهمش صغار وما فما حد شيء وقتلوا من طالبك بشيء وما طالبني بشيء ونحب نطلق في تونس يمشوا للمحكمة ويعملوا قضية وفما زمن قضائي وفما إثقال كاهل للقضاء بملفات إضافية وجلسات وغيره. الور هو وفما جلسه صلحيه وجوبيه ساعه جلسات الصلحيه ومسكين القاضي الصلحي قدامه دوسيات ما هي دوسيات ويلزموا يوسع باله ويحاول يصلح بيناتهم تولي تفشل هنا. يعني فما دراسات تقول لك ما عادش قادرين ومادام متفاهمين علاش نقعد نصلح ما بيناتهم. قلنا لهم في فرنسا في الغرب توا فما الطلاق الرضائي بالحجه الرسميه بالحجه العادله لدى عدل الاشهاد. ايوه في فرنسا يمشيوا لعدل الاشهاد كيما كتبوا صداقهم عنده يقولوا احنا اتفقنا باش نطلقوا فيكتب لهم عقد طلاق وهذا العقد يكتسي قوته التنفيذيه لانه الحجه الرسميه هي تنفذ. اخي انا كي نكتب لك صداقك نمشي للمحكمه ماني نصبه ديريكت في البلديه يخرج في مضمونك مع عرس ويتنفذ اليا عقد الزواج ويختص به عدل الاشهاد وهو حجه رسميه ويعطي اثاره والنسب والنفقه نفس الشيء وقت اللي يمشيوا يطلقوا هما يمشيوا لعدل الاشهاد في فرنسا يكتب لهم كتب طلاق رضائي انه مثلا باش يعطيها تعويض مالي متفق عليه وهي راضيه به والا العكس والا ما يعطيها شيء وما تعطيه شيء ولا باش يخلي لها سكنه يحرره له ويصحوا فيه قدام عدل الاشهاد اللي هو كتب غير قابل للطعن حجه رسميه يصبها في البلديه كيما صب الصداق خرج متزوج يصب الطلاق يخرج مطلقي. ونعطيك حاجه سهله هي هكا ما سهلش من هكا. في فرنسا عندي برشا توانسه معرسين بفرنسيس كي يبدا التونسيه معرسه بفرنساوي في فرنسا وطلقوا في فرنسا عند نوتير هي ما مضمونها تونسي. كي تجيبك الطلاق اللي هو عند عدل الاشهاد في فرنسا يترسب في الحل المدني معناه الارضيه حاضره في تونس معترف به الطلاق الرضائي بالنوتير. اما في تونس قلنا لهم يا خويا هات مشيت قابلت دون لو طون احنا مجموعه من الهيئه الوطنيه لعدول الاشهاد وحكينا حتى مع هيئه المحامين قلنا لهم هات نعملوا ان بروجي
بروجي لوا مشروع قانون مقترح اليوم مزيان برشا قاعدين نخدموا عليه احنا عضو الاشهاد نعرضوه ان شاء الله على مجلس النواب قريب. هو انه نمشيو في الطلاق الرضائي كما كنا نحكيو. يجيو العدل الاشهاد اولا ما فماش صغار خاطر القصر هذوما بطبيعه النيابه العموميه ويلزم لهنا تدخل القضاء والا تصير مصادقه. هنا عقد الكفاله متعلقه بيتيم ولا بقاصر يكتبوا عدل الاشهاد ويصادق عليه قاضي الناحيه. النجم حتى كان فما عندهم صغار وباش يتفاهموا شكون باش ياخذ الحضانه ومتراضين وكل شيء ينجم يصادق عليها القاضي من بعد. اما اذا كان ما عندهمش لا صغار ولا حد شيء ومتراضين على كل شيء فاحنا اقترحنا انه يولي عدل الاشهاد هو اللي يحرر عقد الطلاق الرضائي. وحتى يحب لمزيد الضمانه نقولوا بانابه المحامي نتاعها والمحامي نتاعو يكونوا حاضرين في مجلس العقد ويمضيوا معاهم يولي كاتب ممضى من الطرفين ومحاميهم لدى عدل الاشهاد ويترسم. نخفوا العبء على القضاء وعلى المواطن الزمن القضائي وبالطبيعه خاطر الناس تخفف. والسريه اليوم راهو العلانيه نتاع قضاء الدوله لانك انت في جلسه والناس الكل تسمع وكذا وبالفضايح ساعات تلقاه هو في مركز اجتماعي ولا هي كيف والواش الناس الكل اسمع اللي ما سمعش هذوكم في المحكمه وينادي لهم بالصوت اطلاق وفي الكلوار اروقه المحاكم ما عادش تتحمل النزاعات العائليه والاسريه. فما حلول بديله لقضاء الدوله اللي هي الحجه العادله لانه عدل الشهاد هو قاضي في الاخر هو قاضي السلم هو مساعد للقضاء تخصصه القانوني. ثم انا حتى كان فما محاوله صلحيه نعملها وقت اذا كان فما عركه على مساله معينه ولا حاجه نجم نعملوا لهم صلح ويلتزم لها ويتعهد لها بحاجات والا هي. واذا كان مشاو في الطلاق نكتب لهم كتب طلاق ويتنفذ آليا. من هذا من المقترحات اللي ان شاء الله المشرع التونسي يخمم فيها إن شاء الله في اصلاح المنظومه القضائيه ككل ونخفوا العبء على القضاء ويكون اختصاص للساده عدول الاشهاد كما في المعايير الدوليه في العالم. ان شاء الله. مرحبا بك عايشك يعطيك الصحه وربي يخليك انت واحنا ديما معاكم واذا كان فما اي حاجه على خدمتكم ان شاء الله. مرحبا بك. يلا نرجعوا لكم نقطه قانونيه.